السلام عليكم. تعرف ليه احنا كيو اكس ديزاينرز السايت ماب اهم خطوه لينا قبل ما نصمم؟ خليني اقول لك ليه. تخيل معايا اتطلب منك تصميم ويب سايت. اغلب المصممين هيروح يفتح فيجما ويبدا شغل، هيوزع شويه عناصر وممكن يطلع بواير فريمز، بعدها ممكن يعمل بروفا مع الكلاينت او الستيك هولدرز. ولكن اللي هيتصدم بيه بعدين انه هيكتشف ان الموقع ما بقاش منطقي مع زياده عدد صفحات الموقع، والسبب هنا بسيط، وهو انه ما عملش الخطوه اللي تخلي كل ده يبقى منطقي من البدايه، الا وهو السايت ماب. وهنا بقى خلينا نعرف السايت ماب، وهي ببساطة يا صديقي هي خريطة الموقع، أو بمعنى تكنيكال وأدق أكتر هو إنك تشوف البيج بيكتشر بتاعت الاستراكشر بتاع الويب سايت. يعني المستخدم هيمشي إزاي من الصفحة الرئيسية للبرودكت بيج، بعدين مثلا للتشيك أوت وهكذا. وفي نوعين من السايت مابس هقولهم لك، ولكن احنا كديزاينرز يهمنا النوع الأول بس، ألا وهو الفيجوال سايت ماب. وده أشبه بالدايجرام، بيورينا ترتيب الصفحات والعلاقات بينهم، وبيساعدنا نفهم النافيجيشن ستراكشر للويب سايت، ونقدر طبعا نناقشه مع الكلاينت او الستيك هولدرز او الديف تيم. وتاني نوع وهو الاكس ام ال سايت ماب، وده ملف فعلي بيتعمل بصيغه الاكس ام ال زي كود عشان محركات البحث زي جوجل تفهم هيكليه الموقع وتعمل له اندكسنج كويس، وبيتحط عاده في الروت فولدر للويب سايت او بيتبعت لجوجل سيرش كونسول. وزي ما اتفقنا هو ده مش شغلنا كمصممين، هو اكتر شغل الاس اي اوز او الديفلوبرز. طيب هو يا حجاج ده مهم نعرفه كيو اكس واي ديزاينرز؟ هقول لك اكيد طبعا يا صديقي، ولكن مش لازم تعمل اكس ام ال فايل بنفسك، ولكن لازم تفهم وتقدر تبني الفيجوال سايت ماب، لانك بيه بتحدد الانفورميشن اركتكتشر للويب سايت، وبتساعد التيم انه يفهم اليوزر فلو من اول دخول الويب سايت لحد الفاينل جول. وكمان بتربط بين اهداف البيزنس واحتياجات المستخدم، وده معناه تجربة سهلة ووقت اطول في الموقع وثقة اعلى في البراند. وكل ده زي ما اتفقنا بيترجم لفلوس اكتر وريتنشن اعلى. يعني باختصار السايت ماب بتفهم منه ازاي المستخدم هيتنقل جوه الموقع، وده بيساعدك تبني تجربة مستخدم منطقية وسلسة قبل ما تبدأ اي تصميم فعلي.